بداية كاسحة من أبناء بيب جوارديولا يا بارسا. لك هلا تعال شوف شلون سعادي. بوسكيتس حط الكرة ميسي عن طريق بيدرو. حبيبي كنت ما طولتوا والله العظيم. اكبر على فوق. بوريزي لك بابا صوتكم فضحتونا يا معودين. لك شو وانتم ما ضربتوا والله العظيم مش عجبان. يا اخي ليش تكفر؟ دروح الدلاغ. يعني انت على اساس ضايج على مود الطابه؟ سمع انت تدري بروحك ايش تسوي؟ لعن ربك ذرع عارف ما طابه ويعني تكفر؟ يا اخي حال عصبيه. شنو حال العصبيه؟ انت تسب الذات الالهيه، تدري شو يصير من تسوي هيج؟ الملائكه اللي شايلين العرش يقومون يرجفون من غضب رب العالمين، يهتز عرش الرحمن، والملائكه اللي شايلين العرش يبدون يلعنون بيك. يا بدروح يا حاله عصبيه، بابا الله غفور رحيم. انت من عندك رب غفور رحيم، غير تشكره على نعمته عليك، خلقك من عدم وانطاك الصحه والعقل وخلاك تقيس الامور بعقلك وتعرف الصح من الخطا، تقول لي حاله عصبيه؟ يعني هاي بدال ما تشكره لك انت ما طابع. استغفر الله يا ربي، ادري صار ساعه ايش احكي. يعني ترى ذا محاسبه كفور، هي طوبه هم عندها رب. يا اخي شنو مو كفر؟ يعني انت تغشم نفسك لو شنو؟ الله تعالى ربي وربك ورب الطوبه ورب المدرسه ورب السياره ورب السماوات والارض، يعني انت ما قاري قول رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. انت من تيجي تحكي الحكايه وما تدير الهبال. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ رب كلمه لا يلقي لها الرجل بالا تهوي به في النار 70 خريفا، يعني تشاقب كلمات ما تدير الهبال تذبك بجهنم 70 سنه. وعقاب اللي يكفر تعرف شنو؟ الملائكه يسحبوه يوم القيامه على وجهه بالنار. خلي اقول لك معلومه يمكن ما تعرفها، تدري الشيطان الله يلعنه، الشيطان بحاله ما ذكر انه سب الذات الالهيه؟ تخيل حتى الشيطان من اصر على استكباره وعناده يقول رب العالمين بالقران قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. تخيل الشيطان يحلف بعزه رب العالمين وهو الشيطان، وانت اللي كرمك وخلى الملائكه تسجد لك سجود تكريم تجي تكفر به بكل بساطه. زين اني لساني ماخذ وخافت يوم هم تجيني حاله عصبيه وما اسيطر على نفسي. اي اسهل منها ماكو، اذا ما تقدر الا تسب عود نفسك يا اخي تسب الشيطان مثلا، وشوي شوي راح تشوف نفسك اصلا ما تقدر تكفر بعد. بالله عليك راجع نفسك، ترى الخطا اللي تسويه والله مو سهل، وصحيح الله تعالى غفور رحيم لكنه شديد العقاب اذا عاقب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك بشيء. السلام عليكم.